مساء الخير عليكم في جميع أنحاء مصر المحروسة. النهاردة طبعا بيشرفني ويسعدني إن أنا في مؤتمر رائع لأطباء عظماء من أطباء مصر الرائعين، أطباء لجراحين المصريين وجراحين عالميين. طبعا جراحين مصر أنا مش محتاجة أن أنا أتكلم عنهم ولا أي حد هيقدر يتكلم عنهم، لأن العالم كله بيتكلم عن الجراحين المصريين، وأولهم طبيب القلوب الدكتور مجدي يعقوب، اللي مصر بتشرف طبعا بيه وبأبنائها الأبرار دوما. أنا النهاردة في هذا المؤتمر عايزة أشوف تحديدا آخر تطورات جراحة التجميل بالنسبة للمرأة، وخاصة المرأة لا قدر الله بتتعرض لحروق، بتتعرض لجروح عميقة، وممكن تأثر على بشرتها، ممكن تأثر على شكلها. فكنا بنشوف النهاردة أحدث التقنيات العالمية اللي وصلت له جراحات التجميل. والنهاردة أنا وفي المؤتمر بلتقي بطبيب عظيم، طبيب شاب، دكتور فؤاد. دكتور فؤاد، عرفنا بحضرتك وعرف الجمهور بحضرتك. اهلا وسهلا بيكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب دايما يجعل ايامنا سعيده، ويجعل مصر دايما في مكان احسن، ويجعل دايما يعني ان احنا نجتمع بالناس من اجل الافاده والاستفاده في العلم والصحه والخير، لان هو ده اللي في الاول وفي الاخر ربنا دايما عايزه مننا، ان احنا دايما نبقى ابديتد، سواء على مستوى تعليمنا، سواء على مستوى صحتنا، سواء على حتى مستوى معارفنا الشخصيه. انا دكتور فؤاد الشريف، أخصائي الجراحة العامة وجراحات المناظير، جامعة الإسكندرية، وحضرت الماستر بتاعي في جامعة الأزهر الشريف هنا في القاهرة، والآن بحضر رسالة الدكتوراه في جامعة اسكندرية، وخصوصا في معهد البحوث الطبية بالإسكندرية. زي ما الدكتورة سهى تفضلت وتكرمت، وانا بشكرها طبعا على اللقاء ده، وهو جه في لحظه يعني. الله يخليك، كتر خيرك. هو جه سبحان الله قبول مره واحده نتكلم نقعد. احنا النهارده في جمعيه الجراحين المصريه مهتمين دايما بما هو جديد في صحه الانسان، يعني حتى دايما كانوا وتحديدا في مجال الجراحة، في مجال الجراحة، وخصوصا جراحات المناظير وتطورها دلوقتي. احنا بقينا بصراحة الموضوع بقى يمكن يكون شاق علينا احنا كشباب الأطباء. قدامنا إيرا كبيرة جدا وانفتاح عظيم جدا، طبعا تحديات كبيرة جدا قدامنا، وده بفضل طبعا الاستقرار اللي فيه البلد دلوقتي بس حضراتكم قدها يا دكتور، ودايما بقول مصر ولادة بأبنائها في كل مناحي. وأنا بشكر حضرتك طبعا على التقديمة الجميلة والثناء الرائع على جراحين مصر. وهو المصري معروف من زمان يعني ان هو بريليانت، يعني حتى على مسألة الحضارة. ويمكن احنا لسه من كام يوم بنمر باكتشاف هرم سري كبير جدا في الهرم الأكبر. طبعا فالمصري دايما معروف ان هو بيقدر يتواكب مع الظروف، وبيقدر يتواكب مع التحديات اللي موجودة. وسبحان الله يمكن احنا لسه بنحاول نشم نفسنا من فترة صغيرة جدا كنا مضغوطين فيها كلنا. بالظبط، على مستوى حتى مستوى الكوفيد، على مستوى الاقتصاد بتاع البلد، على مستوى الحاجات دي كلها. يمكن دايما احب انا بفكر في الاشياء بايجابيه. يمكن الدكتوره سهى بتتكلم عن جراحات التجميل. هو جراحات التجميل باي نيم، يعني لو هنتكلم على مساله التجميل الحروق والحاجات دي كلها، هو في تخصص تاني معني بيها وهو جراحات التجميل وجراحات تنسيق القوام. اما احنا بنتكلم دايما في مساله التجميل من ناحيه السمنه، وازاي نوصل للوزن المثالي. دكتور فؤاد، حضرتك قلت لي ان حضرتك متخصص في عمليه جراحات السمنه. بالظبط، تمام. حضرتك انا هقول لكم مفاجاه بقى عرفتها من الدكتور فؤاد قبل ما اطلع معاكم الحلقه، ان الدكتور فؤاد بيقول لي مفيش حد عايز يوصل لحاجه او عايز يعمل حاجه الا لما يكون عنده اراده، ومش اي اراده، لازم تبقى اراده قويه. دكتور فؤاد هتقول لهم المفاجاه ولا اقول لهم انا؟ دكتور فؤاد، وزن حضرتك كام دلوقتي؟ وزن حضرتك كام دلوقتي؟ انا دلوقتي اباوت يعني 110 او 105. دكتور فؤاد كان عدى ال 145 كيلو. 145. هيحكي لكم تجربته مع السمنه، وقد ايه هو عانى جدا جدا في الصحه، قد ايه عانى كتيره قوي قوي، وقد ايه كان ممكن امراض السمنه، طبعا احنا عارفين انها بتجيب امراض كتيره جدا جدا زي الضغط، زي السكر،
بتبقى مصاحبه لامراض وحشه وسيئه كتيره جدا جدا. فدكتور فؤاد بيقول لي انا كنت في كوما، كنت في حته تانية خالص، ودلوقتي بسترد نفسي وبتصالح مع نفسي. وهيقول لنا تجربته مع السمنه، وازاي كان عايش مع السمنه، وازاي دلوقتي بيتعالج منها وبيخرج منها على خير. اتفضل يا دكتور. هو انا في البدايه يعني اتفضل. في البدايه ده زي ما يمكن ما قلت في المقدمه قبل كده، دايما الانسان اللي بيبقى عايز يعمل حاجه بيعرف يعملها. كلنا اتربينا على فكره ان الجسم ده هو افضل حاجه على مستوى الوجود دلوقتي، وان ربنا لما خلق الانسان خلق انسان في احسن تقويم. يعني احسن صوره. بالظبط. يعني انا فكرتي دايما حتى عن الايه دي لما كنت بسمعها بقول ما معنى ان ربنا سبحانه وتعالى يخلق حد، وكمان حتى في اخواننا في الافكار الدينيه التانية والحاجات دي كلها، ازاي ان المخلوق ده هو اللي عمر الارض دي كلها لما يصاب بشويه سمنه ما يقدرش يتغلب عليهم. قعدت مع نفسي وفكرت. طبعا انا كنت وصلت لمرحله كبيره جدا من الام في الظهر والام في الركب وضغط بدا يعلى عندي، وانا لازلت ممكن ما اكونش عديت ال30. يعني انا فاكر ان انا اخر مره كنت فيها موربيد اوبيز او سمنه مفرطه كان ايام الكليه. يعني بحكم الدراسه وحكم ان انت طبعا في انغلاق شديد على نفسك ومذاكره طول الوقت ودبريشن امتحانات، وخصوصا سنه 6 احنا كنا السنه تقريبا مش بتبقى 6 شهور دراسة، احنا بنقعد تقريبا اكتر من 14 شهر او 16 شهر بتدرسي في مادتين بس اللي هم الجراحة والباطنة. فطبعا مع الاسترس والمذاكرة والحاجات دي كلها انت يعني you can't care about yourself، يعني انت مش بتقدري تهتمي بنفسك، خصوصا لما بيبقى عندك اولويات كبيرة. بس كنت بتعاني يا دكتور بقى مع طبعا الحركه، مع طبعا، ذهاب ونوم للمحاضرات. وصداع، النوم مش مستريح، الصداع، حتى الابيليتي ان انت تكونسنتريت، يعني القدره على التركيز بتفتقديها بعد شويه، لان انت طول الوقت بتبقي عندك مشغوله بالاكل والحاجات دي كلها. فانا لما قعدت مع نفسي وفكرت قلت ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلق لنا جسم بمنتهى الذكاء ده، لان انا جراح عام يعني بعمل عمليات. بشوف قدرة ربنا سبحانه وتعالى على توزيع الهرمونات، على توزيع الشرايين، على توزيع العضلات، على ميكانيكية وحيوية حضرتك لجأت الأعضاء للجراحه دي. يا دكتور ولا خسيت كده؟ لا خالص، انا ما لجأتش للجراحه، لان فكره الجراحه لوحدها، خلينا بس عشان ما نظلمش بعض اخواننا، يعني في ناس ممكن يبقى عندها اسباب موجوده للسمنه، ودي تؤهلها ان هو يكون في مرحله يعني ممكن توصل بيه الخطوره من السمنه. ودي طبعا اكيد هو ده اللي الطب بيحاول يعالجها دلوقتي من اختلال في الهرمونات، من السمنه الوراثيه. انما انا بتكلم على العامل النفسي. انت بص لنفسك من 10 سنين، شوف جسمك، لو انت كنت فعلا مولود من وانت صغير اوبيز والحاجات دي كلها والعيله كلها موجوده، او في هرمونال ديستربنس او اختلال هرموني معين نقدر نعالجه حتى. وده فايده السكريننج دلوقتي. يعني انا ابني عندي في جونيور 1، لقيته راجع لي من اسبوع او من 10 ايام بورقه صغيره من المدرسه بتاعته، مكتوب فيها الوزن، مكتوب فيها الطول بتاعه، ومكتوب فيها الهيموجلوبين. اي ثينك ان البرنامج الصحي دلوقتي اللي متبع في مصر هو هيكون على طويل المدى شويه، وان احنا نعمل سكريننج كويس لاولادنا، ومحدش يفرح خصوصا في مرحله الاطفال والشباب. انا عايزك تاكل، انا عايزك تشرب، انا عايزك تتقوي، تشوف ابن خالك، شوف هو ربنا خلقه كده، ربنا سبحانه اسمح لي يا وتعالى. دكتور، الصحه تاج على رؤوس الاصحاء. لا بالظبط، لا يقدرها من الا غير المرضى صحه فعلا. لا، ومن غير صحه احنا ولا حاجه، احنا ما بالظبط نعرفش نعمل ولا حاجه خالص من غير صحه. يعني الانسان لو جاله دور برد كده بسيط بيرقد في السرير، بالظبط. بيبقى مش قادر يتناول كوبايه الميه اللي يشرب بيها حبه الدواء. فيا جماعه لازم نكون حريصين تمام الحرص على صحتنا، لان الصحه دي لو ضاعت مننا من الصعب يا دكتور، وحضرتك اكيد هتؤيد الكلام اللي بقوله، من الصعب ان احنا نسترد صحتنا مره اخرى. يعني النقطة اللي أنا اتحولت منها من حد ممكن يعاني من السمنة أو حد مستقبله ممكن يبقى يعني زي ما بنقوله كده في مرحلة ريسكي شوية، في إن أنا خدت قرار مع نفسي. أنا إزاي شاب عندي امتى يا دكتور خدت القرار ده؟ خدت القرار ده لما ما كنتش بقدر أقف في شغلي أكتر من 3 ساعات، وأنا جراح. يعني أنا ممكن أقف في العملية لوحدها 12 ساعة.
ازاي هبقى انا واقف سواء انا كنت مين سيرجن وبنهج ومش قادر. يعني اه انا باسست حد، يعني ازاي انا ابقى الجراح الاساسي انا اللي شغال بايديا، او انا بساعد حد فغالبا ده هيبقى اكبر مني، ازاي انا ابقى في السن ده ومش قادر اكمل عمليه بنقذ فيها حياه انسان، او انا بساعد حد اكبر مني هو واقف بمنتهى الصحه وانا مش قادر. فالفكره من هنا اللي هو انت سيلف ديتكشن، ان انت دخلت في ازاي تشالنج بقى. تشالنج بقى، انت اه تتعرف على نفسك، ايه الحاجه الحلوه اللي فينا. يمكن انا لسه كنت بتكلم مع الدكتوره سهى قبل ما نفتح البث يعني، او نفتح التصوير. قلت لها تخيلي مثلا هو ايه اذكى شيء انت ممكن تحسي ان هو ذكي جدا وبيعلم نفسه. خلينا نتكلم عن الارتفيشال انتليجنس بصفه عامه، والذكاء اه الاصطناعي بغض النظر طب عن ذكر ماركه معينه. قلت لها الجسم اللي ربنا خلقه هو اللي خلق فكره الارتفيشال انتليجنس، فالجسم فيه اصلا احنا كجراحين عام لما لا انا بنخش. اقول لهم بشكل ابسط يا دكتور عشان يفهموا. يعني هو الدكتور بيسالني بيقول لي ايه اكتر موبايل عليه نسبه مبيعات وعليه نسبه اقبال في الشراء، فانا قلت له نوع معين من الموبايلات يعني مش عايزين نذكر اسمه. بالظبط. فالدكتور بيقول لي طب هما الناس بتقبل عليه وعليه نسبه مبيعات اكبر عشان عنده واحد واثنين وثلاثه واربعه مميزات رهيبه مش موجوده في اي موبايل تاني. بالظبط. بيقول لي ربنا بقى، الدكتور بيقول لي ربنا اداني مثلا، بيقول لي ربنا حبى جسم الانسان بكل المميزات دي، والانسان للاسف مش قادر يحافظ على المميزات انت دي. تقدري حضرتك يمكن زي ما بقول لحضرتك انا بدايه التشالنج بتاعي قلت طب لو انا ما معيش فلوس اجيب الاكل ده، لو انا ما معيش فلوس ممكن اتعالج منها، طب لو انا خلفت اولاد او انا اتجوزت، ايه وضعي انا هيكون في البيت قدام اولادي، ازاي انا هبقى قدوه ليهم، ازاي انا وضعت نفسك في المسؤوليه يا في دكتور. هي اه بالظبط زي ما بقول لحضرتك، هو تعرف على نفسك في الاول وفي الاخر. بغض النظر انا بتكلم عن الاسباب الموجوده والموضوعيه لعيانين السمنه اللي احنا بنعالجها طبيا، انا بتكلم على حد البيهيفير بتاعه او السلوك بتاعه غير سوي في تنظيم اكله، او الاكلات اللي هو بيعتمد على الجانك فودز، فاست فود. اه الفاست فود. الفاست فودز او الجانك فودز. مم. بيعتمد على ان هو زي ما بنتكلم ونقول ان هو يعتبر بيحب الحلويات او شره، او انا متاسف جدا مدمن حلويات. اه الناس اللي بتحب تاكل بالليل، الناس اللي بتحب تاكل وبعد كده بتنام بعد الاكل، او الناس اللي بتحب تعدد الوجبات طب بتاعتها قول لنا يا دكتور بطريقه. سريعا كده، يعني ايه الاكلات اللي تدينا كالوريز بسيط في جسمنا وفي نفس الوقت يعني تفيد الجسم هقول لحضرتك وما احنا تعملش سمنه لما بنيجي نتكلم عن التمثيل الغذائي لاي اكل، انا اكلت اي اكل اه من اول الفول والفلافل لحد ما اي اكله، اغلى اكله في الدنيا خالص، القيمه الغذائيه في اي اكله موجوده، وده الشيء اللي بيخلي ان ربنا سبحانه وتعالى بيحقق لنا العدل، بيحقق لنا العدل في طب توزيع نقلل الغذاء. من ايه عشان نحافظ على وزننا يا هي دكتور؟ مش السكر طبعا. هي مش مساله نقلل اه من ايه، هي مساله موازنه. انا تمام. بشوف جسمي عامل ازاي، انا بشوف انا النهارده مثلا كنت مرهق شويه، محتاج ممكن ازود شويه نسبه في السكريات، انا داخل على ستريس في امتحانات، محتاج يكون البروتين اللي انا باكله بيكون كويس من غير ما يكون، مش لازم يبقى في دهون نسبه في دهون دهون كتيره خلاص. الاسماك ممتازه طبعا. الاسماك طبعا ممتازه، بتديكي نسبه من الدهون اللي بتقدر تفيدك، بتديك نسبه من المكسرات. بالظبط المكسرات. بس كل الاشياء دي دائما كنا بنتعلم فكره هو انا امتى احس بالشبع، هو اه انا امتى بشبع، هل انا لما الاكل بيخلص بشبع، ولا امتى بحس بالشبع. اول ما المرحله بتاعت انا لسه، حتى لو السفره ربنا يديم علينا الخير يا رب ان يا شاء رب الله، ورمضان جاي ربنا يا رب يخلي كل البيوت المصريه يا عمرانه، رب. الاكل بيبقى كتير واحنا بنقعد ناكل واحنا متعودين برضو، احنا يمكن الشباب متعود ياكل، وخصوصا بتوع الجانك فودز واللي بيشتري اكل يعني من مش بره. عايزين نوصل لمرحله التفاصيل يا دكتور. بالظبط، اه احنا هو بيبقى سنس الدكتور جوه عايز يقول يا الانسان جماعه كلوا بس ما يعني مع يبقاش فيه تفاصيل تحفظنا يعني. على كلمه اللي الدكتوره اه سهى قالتها، ولكن انا بتكلم على في كاليبريشن بسيط اه وميزان حساس جدا. اول ما تحس نفسك عايز تزود من الاكل قوم، هو ده مرحله وممكن الشبع. لو انا لسه جعان يا دكتور برضو ممكن اكل ثمره فاكهه، ممكن اكل بالظبط، انا خياره، ممكن اعوض ممكن اخد جزره كده، بالظبط، يعني يعني حاجات اللي حتى في الاكل بتاعك اه حاولي دايما، يعني مثلا انا قدامي انواع مختلفه من الاكل، بحاول ادوق من كل حاجه. السلطات اه بحاول اكل ببطء، لان مجرد
خلينا نقوله يعني حتى بشكل طبي، هو الانسان ايه اللي بيخليه يجوع؟ اولا انا المعده بتبقى فاضيه عندي خلاص، بيبدا المستقبلات اللي فيها للجوع بتشتغل، بيبدا احس بالام الجوع بتاعتي. ما نجوعش المعده قوي يا دكتور، ما ما نجوعش نجوعش المعده بالظبط قوي. كده. حتى في بدايه اكلي ما اهتمش ان انا اكل السوليد فودز الاول، اللي هي اللي هو الاكل الجامد في الوجبه. انا ممكن اشرب شوربه، ممكن اكل سلطه في الاكلات الاول. اللي هي سهله الهضم بالظبط. انا حتى الفكره منها اصلا من الحاجات دي هي فكره ميكانيكيه اكتر من ان انا بدي سبيس في المعده. احنا داخلين على رمضان يا دكتور، روشته سريعه كده بقى للفطار في رمضان. تمام. اول حاجه هنبدا بالعصير ولا البلح ولا السوب؟ والله هو الافضل ان انت تبداي بحاجه تديكي جلوكوز شويه، ومع ان الجسم بيقدر يسيطر على فكره ان انا نقص الجلوكوز في الجسم. هو بيبدا بعد 14 ساعه او 12 ساعه صيام بيبدا التخزين بتاعنا بتاع الجلوكوز اللي موجود في الكبد، يعني واحيانا موجود في العضلات. افاجئ الجسم على طول بالعصير يعني انا ولا البلحه؟ الافضل ان انا اكل بلحه واشرب شويه ميه. تمام خلاص. وممكن اشرب سوب وممكن اشرب عصير، بس لا ما ازودش من الكميه، لان انا فتره صيام اكتر من 12 ساعه ممكن يجيني مضاعفات. ان انا بالنسبه لي كوبايه العصير لما هاخدها على ستارفيشن او الصيام اللي انا كنت فيه هتبقى بالنسبه لي وجبه كبيره جدا من الكربوهيدرات، كاني جبت بسبوسه واكلتها. فممكن ادخل في حاجه اسمها نظريه الاغراق او متلازمه الاغراق اللي بتحصل مع الحاجات دي. يعني يا دكتور ناكل كل حاجه بس بكميات معتدله. انا على فكره انا لما عملت انا ما يعتبرش عملت دايت. انا عملت يعني توازن ما بين الوجبات بتاعتي. انا باكل كل حاجه ولازم قللت الكميات. باكل من الحاجه لحد ما يعني سبحان الله هي بتبقى حاجه ان انت بتحسي ان انت خلاص. بس في ناس يا دكتور برضو عندها، يعني ما تزعلش مني، عندها حب او نهم الاكل، فالناس دي مش عارفه تعمل، ما عندهاش او الاراده ضعيفه، فالناس دي دايما هي اللي بتلجأ حضرتك لعمليات تكميم المعده او عمليات جراحات السمنه. خلينا نقول بس ان احنا عمليات جراحات المعده بقى فيها some sort of، يعني انا متاسف جدا ممكن كمان يكون للمجتمع الطبي عن الموضوع ده some sort of abuse للعمليه. يعني احنا بقينا بنستخدمها لاي حد. العمليه ان انا هخترق جسم الانسان اللي هو مصنوع من يد مقدسه. انا المفروض هعمل عمليه يستفيد منها الانسان بالطبع الاول، مش هعملها عشان شكله، مش هعملها عشان هو تخين 10 كيلو. انا كنت حضرتك فور المعدل كتله الجسم بتاعتي 50 كيلو. يعني احنا لو هنقوله انا تقريبا طولي محملين 50 كيلو على العظم. محملين يعني 50 انا كيلو. تقريبا انا المعدل كتله الجسم بيتحسب ازاي؟ بيتحسب لو انا مثلا طولي 150 المفروض وزني يكون ما يزيدش عن ال 50. صحيح. تمام. انا طولي تقريبا 200. بيبقى في بالانس، يبقى في بالانس. اقدر يبقى انا جسمي مش اندر ويت ولا حجمه قليل ولا اللي هو الكلام ده كله. فانا مساله التوازن في الاكل والحاجات دي كلها بقدر مع الوقت. وهو لا. طب يا دكتور، ما احنا عايزه اقول لحضرتك هي عمليات دلوقتي جراحه السمنه انتشرت وبشكل كبير جدا جدا، لان احنا عندنا المعروض من الاكل كبير جدا جدا، وعندنا برضو يعني ناس مش عارفه برضو تسيطر، ما عندهاش الاراده، فبتلجأ للعمليات دي. هل العمليات دي سيفتي يعني امنه؟ العمليات دي بصي، هو الحاجه طول ما هي انديكيتد صح بتبقى سيف. تمام. يعني طول ما العمليه يعني عمليه المراره، انا بكلمك على وجه تاني خالص. عمليه المراره انا اقدر اجيب عيان ما عندوش حصوات في المراره او التهاب او تجمع صديدي على المراره ونعمل له عمليه، اكيد مش هيستفيد منها. صحيح. انما انا بتكلم على عمليه السمنه. انا عندي عيان ان هو توافق معاه الشروط الكامله لاجراء هذه العمليه، هو عيان هيستفيد. جاله بقى سكر، جاله ضغط، جاله بالظبط. يعني حتى وده بيدل عليه الفرايتي بتاعت عمليات السمنه. عندي عمليات التكميم، عمليات التحويل المسار، عمليات التحويل بانواعها المختلفه. وده معناه ان انا عندي عيانين هيستفيدوا من العمليه. ولكن انا بتكلم على انتيتي بسيطه جدا في ان واحد ما عندوش البوتنشال في ان هو يخس 10 كيلو او 15 او 20. ممكن يا دكتور برضو في ناس تقول لك يعني المشي برضو بيحرق، المشي بيحرق هو بصي، فناس تقول لك انا ما عنديش القدره ان انا امشي لان انا عندي مشكله في التنفس، بصي عندي مشكله مرضيه في كذا. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه.
وانا قاعد مع حضرتك دلوقتي، لو انا عملت الاكسرسايز بتاع ان انا لو كاني اللي احنا بنقول عليه بعض الناس اه متوتر، لو انا اه رفعت رجليا بس لفوق كده وعملت انقباضات في السمانه بتاعتي لمده ساعتين، ده بيحقق لي اتشيفمنت من ان انا اقلل نسبه حلو الجلوكوز في قوي، الدم حلو قوي، بنسبه 40%. يعني هو لو 200 هيبقى تقريبا 160 او حلو قوي. يعني 140. بمجرد ان احنا قاعدين اي وبنحرك. اكسرسايز، اي اه اكسرسايز. اوكي. ودائما بصي يعني هو مم. فكره الشيء كلها مم. بتبدا من قرار هو عندك. مم. انت لو النهارده مشيت خطوه، مم. ممكن هتمشي خطوتين بكره. انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، دي طبقيها على اي شيء. انا لو ما صحيح، بقدرش، انا ما كنتش صحيح، بقدر اطلع السلم. صحيح. بس عايزين بنقول برضه يا دكتور في ضرورة زي ما حضرتك قلت للجراحة أو التدخل الجراحي للسمنة. تمام. ففي الوقت ده يعني أنسب عملية إيه بقى لجراحة السمنة؟ هل احنا التكميم؟ ما هل بص يا فندم، العمليات على مختلف انواعها، كل عمليه ليها كانديديد معين وليها تمام. دواعي يعني ليها عيان حسب معين. الكيس. هو كاني، بص انا متاسف جدا اه للتشبيه، كاني بفصل حاجه. انا تمام. كاني بفصل حاجه للعيان بتاعي. يعني انا ما ينفعش يبقى عيان عندي مثلا سي البادي ماس اندكس بتاعته 45، وعايز اروح اعمل له عمليه تحويل مسار على طول من غير ما يبقى عنده سكر او ضغط. لا، اه انا اخليه يستفيد الاول من عمليه التكميم بتاعته، تمام. لان هي دي بالظبط زي ما بنقول، هو ده انسب شيء ليه. عشان انا بحاول العمليه الناجحه هي اللي العيان بيستفيد منها وما بيطلعش منها بمضاعفات ممكن بعد كده يعني تمام. تزهقه او تمام تخليه يا مش قادر دكتور، هل يكمل بعد حياته. ما يعمل العملية بيرجع تاني أو ممكن يتخن تاني وزنه يزيد تاني؟ بصي هو فكره العمليه، اي عمليه في الدنيا مم. احنا بنعملها، سواء يعني حتى عمليات العظام، عمليات الجراحه العامه اللي هي يعني زي عمليات الفتق وعمليات المراره مم. وعمليات الزايده وعمليات الشرخ والبواسير والحاجات دي كلها، هي زيها زي عمليات السمنه. انا بعمل ايه؟ انا برجع العيان لستارتنج بوينت، لنقطه اه بدايه. تمام. اللي هو لازم ليه برضو دور بقى. احنا بنلجأ برضو، شوفي اوكي. نفس الفكره اللي احنا اه هنبدأ بقى من موضوعنا، هو فكره البيهيفير بتاعك انت عامل ازاي. مم. لو انا حضرتك انا عملت لك عمليه سليف جاستريكتومي النهارده، او عملت لك عمليه تكميم النهارده، وجيت بعد 4 سنين لقيت وزنك زاد، ده مش معناه فشل في العمليه، ده معناه ان حضرتك ما غيرتش اسلوبك. صحيح، صحيح. يعني فكره النورماليزيشن ان انا بعملها لك، انا برجعك للستارتنج بوينت بتاعتك. سيتبقى الشيء الوحيد اللي احنا بنقول لكل الناس خلي بالكم منه، هو ان انت لازم تبقى عندك البوتنشال في ان انت تغير. الإرادة طبعا، الإرادة انا مش مهمة جدا محتاج اقطع جدا. حته اه من جسمي، انا لازم اه يعني بيك اب الارم ساينز. انا دلوقتي بدات احس ان انا وزني زاد، بنهج، مش قادر اتحرك، بدات احب الاكل اكتر، لازم اكسر الروتين. كسرة الروتين في الاكل او في حتى في الكسل بتاعي في ان انا مش قادر اكمل، هو ده اللي بيحقق وأنا التارجت بتاعي. بعتبر أي حاجة بتأذي الإنسان وبتضعفه دي في حد معلش ذاتها. بس عشان ارد على فكره هل اتفضل. العيان بيكتسب وزن ولا لا. اه مشهور جدا في عمليه التكميم ان ما بعد 4 سنين او 6 سنين ممكن العيان يجين ويت تاني او اه يزيد وزنه تاني. اه بس هو المشكله دايما ان انا عندي العيان اللي انا بعمل له عمليه سمنه ده هو اذا بيشنت وهو مش مدرك ان هو عيان. صحيح، صحيح. يعني هو أنا مريض مع ولا حضرتك يدرك ان متفق. هو مريض. مم. يعني هو متخيل نفسه داخل يعمل عمليه، انا داخل اعمل اي انترفنشن بسيط جدا ممكن هدفه جمالي. لا، يو ار بيشنت، انت عيان في الاول وفي الاخر. صحيح. الجزء الطبي منه احنا عملناه، او الجزء الجراحي عملناه العمليه. باقي عندي انا دايما العمليات بتاعه السمنه بحب هو لازم يبقى له دور ودور قوي زي ما حضرتك قلت، الإرادة والتحدي. بالظبط. ولازم أوصل لتارجت معين أنا عايزة أحققه في الوزن، عايزة أحققه في أهدافي في الحياة زي ما حضرتك قلت وتفضلت يا دكتور. بالظبط. بس حضرتك كطبيب بقى، هل أنت بتتابع الكيس بعد كده الحالة؟ احنا اه بنعمل الدراسات بتاعتنا عن على اللونج تيرم فولو اه اب مع اه الحالات. اه انا ممكن اعمل حاله من 4 سنين وافضل بتابعها لحد النهارده. لا، هي دي اخلاقيات مهنتنا يعني. صحيح، انت العيان اللي دخلك في عيادتك هو تو سام اكستنت هو بقى من اهلك. صحيح. العيان اللي دخل عندك وامن لك على روحه وجسمه، واحنا العمليات شيء مختلف جدا عن ما السوشيال ميديا مصوراه وعن ما بعض الناس بيتكلموا فيه بمنتهى البساطه. لا، العيان اللي داخل لي ده عيان من اهلي انا. صحيح. العيان اللي وافق بدكتور فؤاد الشريف او باي دكتور تاني هو عيان ارتضاه خلقا وعيان سلم له روحه والكلام ده كله. فانا احساسي بالمسؤوليه تجاهه لو احتاجني بعد 20 سنه اروح له. ده انا احيانا بروح للعيان بتاعي في البيت بعد العمليه لو ما بيقدرش يجيني.
لان هو انت بارك الله فيك يا الله دكتور. يخليك. طبعا ده انا مش بزايد على اي لا حد، لا طبعا، لا ده الدكتور والله. المصري مع ده هو يعني بيهيفير مشهود. الدكتور زي المصري زي ما انا قلت مشهود له بالانسانيه، ومشهود له بالكفاءه، ومشهود له بالنبوغ. فالطبيب احنا، المصري يعني وهي مش تفضل مننا قد ما هو شكر لربنا سبحانه وتعالى. طبعا. احنا لما بنيجي نتكلم على، انا لسه بضرب لحضرتك مثال ما بين ذا سمارت ثينج في السوق مثلا، اذكى حاجه موجوده في السوق، صحيح. وجسم الانسان. صحيح. هو لا يزال جسم الانسان افضل شيء، خلاص. فكونك ان احنا ده بس مرحله شكر مننا لربنا سبحانه وتعالى على ان هو علمنا مهنه زي دي، صحيح. وعلمنا نشتغل بجراحاتنا في المنتج بتاع ربنا سبحانه صحيح. وتعالى. اخر حاجه يا دكتور، الناس اللي بتاخد ادويه بتساعد على التخسيس، تمام. هل الادويه دي بتبقى امنه؟ وهل فعلا بتساعد على التخسيس، ولا هم يعني عايزين يقنعوا نفسهم بده؟ يعني والله بصي، هقول لحضرتك على حاجه. انا ما ينفعش يعني انا ممكن اكون مختلف شويه مع السؤال، مع اني مش مدرك تمام الادراك للاجابه بنسبه 100%. انا ما بحبش فكره ان انا ادي العيان ميديكيشن عشان يخس. دواء. لا يزال برضو العيان هو بياخد انا متاسف، هو بياخد حجه لان هو هياكل تاني برضو ويشرب. هي فكره من عندك، حتى لو ما اكلتش وما شربتش. تخيل حضرتك ان انت وزنك زايد 20 او 30 كيلو، وصبحت الصبح عندك ميموري لوس في مكان بعيد، مش معاك اي فلوس ومش معاك اي حاجه، لدرجه انت مش عارف نفسك، بس كل اللي انت حاسس بيه ان انا رجلي وجعاني ودماغي وجعاني ومصدع وصدري مش قادر اتكلم منه، او بنهج وانا بتكلم، او الكلام ده كله. بغض النظر عن اي مدخرات عندك او اي حاجه انت ممكن تصرفها على نفسك، انت ممكن بعلاج اللي انت هتاخده حضرتك للتخسيس. وانا شفت عن نفسي كجراح عام وكجراح يعني ينتمي ببعض الشيء لمجتمع جمعيه الجراحين وجراحين السمنه، وده ليا الفضل طبعا والشكر لربنا. بلاقي معظم الناس اللي بتمشي على الميديكيشنز بتاعت التخسيس هو بيحصل له ريباوند لوزنه بطريقه لا تتخيليها. كم من الناس هو بيديك حاجه بتحسسك بالساتايتي شويه او الشبع، انا بديكي حاجه فيها فاتس او بديكي حاجه فيها كذا او حاجه تعمل لك ساتايتي او تحسي بالشبع، بعدها حضرتك بيبقى عندك نهم شديد للاكل. صحيح. وشوفوا معظم الناس اللي اشتغلت مع اللي هو الشغل اللي هو يمكن يكون مش طبي شويه وراحت خدت برشام، بعد 5-6 سنين مش معقوله انت اللي ماشي مع دكتور تخسيس، انت وزنك بقى صعب جدا. هو الفكره كلها ان العيان او المريض او الاستاذ اللي عنده سمنه او الاستاذه اللي عندها سمنه، انت لازم ترتب اولوياتك. انا هعمل ايه لنفسي؟ انا كدكتور فؤاد اهوت، او انا كاستاذ فؤاد عندي انا هعمل ايه لنفسي؟ انا خلاص انا عندي الدكتور بتاعي الامين الجميل اللي هيعمل لي العمليه. حب النفس يا دكتور، من باب حب النفس. يعني انا برضو لما اجي واقف قدام المرايه واشوف شكلي بالمنظر ده انا هتضايق، انا مش شايفه نفسي كويسه، مش شايفه نفسي حلوه، مش شايفه نفسي جميله. فطبعا يعني اساس الجمال ان الوزن والقوام يبقى كويس. انا عايز اقول لحضرتك ان انت هو قرار. انت النهارده مشيت خطوه، بكره هتمشي خطوتين، ما تاخر من بدا. احنا ممكن لو في سباق وناس راكبه اسرع عربيات، وسوري ناس راكبه حصنه، وراجل ماشي على رجله، اللي واقف بس هو اللي ما اتحركش، ما دخلش السباق. اللي اتحرك بخطوه ومشى حتى على قد سنه قد ما تاخر من بدا، وان تاتي متاخرا افضل من الا تاتي. اخيرا يا دكتور، احنا داخلين على رمضان، وحضرتك تعي تماما الثقافه المصريه، المحاشي ومحشي الكرنب ومحشي ورق العنب بصوا يا جماعه والبط بقى والوز، واول يوم بقى مائده رمضان عامره بكل هذه الاصناف. فنقول للناس ايه يا دكتور بقى روشته سريعه كده تقولها لهم؟ هو ربنا طبعا ربنا يفتح على كل الناس وكل البيوت تبقى عمرانه يا رب. بس هي فكره يا جماعه، شهر رمضان هو شهر عباده، هو مقدس في قلبك. صحيح. مش مقدس على المائده بتاعتك. صحيح. هو شهر رمضان شبه شهر 12، شبه شهر ابريل، شبه شهر ذي الحجه، شبه المصريين بيقدسوا المعده يا جماعه. الله سبحانه وتعالى هو الوقت. هو انا ينفع اجي احب في ابني حاجه معينه والحاجات التانية ما احبهاش؟ صحيح. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى هو قال انا الزمن ده، هو من غير زمن احنا مش موجودين. فهو فكره ان انت تدي اولويه لشهر، اديها في الطاعه.
اديها في عشان نعرف العباده. نصلي، عشان بس نعرف نصلي، يعني عشان خلي نلاقي اكلك جهد، طبيعي، خلي نلاقي اكلك جهد بصوا يا جماعه، يعني نحاول نعيش بطبيعيه. خليك انت، خليك انت اللي جواك انت. مش لازم انا عشان ابقى شهر رمضان عشان انا تبان السفره بتاعتي كويسه. ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر في السفر، ينظر في القلوب. فربنا يا رب يفتح علينا كلنا وتبقى شهر ان شاء الله شهر كريم ومبارك، والناس تبقى مبسوطه جدا فيه. بس ركز انت ايه. انت هتطلع من رمضان، رمضان خلاص انتهى، انت بتطلع بنفسك. هل انت زدت بقى؟ هل انت خسيت؟ هل انت صحتك كويسه؟ هل انت كانت ايمانياتك عاليه؟ هل انت كانت ايمانياتك قليله؟ شيء انت اللي بتقدر انت اللي بتقدر تعمل تقييم لنفسك. تقييم لنفسك. السيلف ابريشيشن هو انت الوحيد، وده اللي ربنا هيسالك عليه. بالراحة. حتى مرورا بالظروف الاقتصادية في البلد. مش لازم نبقى احنا، او يعني فكرة ان انا ابقى عندي في رمضان عندي بط وفراخ ولحمة وسمك واخويا التاني ممكن ما يبقاش عنده انا متأسف الفول والفلافل حتى على الفطار. فكرة ان انت حتى لما بتمنع نفسك من شيء، انت مش بتمنع عقابا ليك. وهو ده الهدف من الصيام على فكره، يعني بالظبط. ربنا نزل يعني الفكره الاكبر في الصيام مش فكره ان انا هصوم 12 ساعه عشان اجي اكل احلى اكل. لا، هو انا بصوم عشان انا بقيت متساوي. الغني جدا بالظبط، الغني جدا بقى شبه اللي هو فقير جدا وما معاش فلوس. فيعني الفكره كلها هي فكره انت ايه. انت عايز تطلع من حياتك كلها، مش من شهر رمضان بتاع 2023 بايه. نطلع يعني خلينا عقلانيين في الطلب، وعقلانيين في الايمانيات، وعقلانيين في الاكل، وعقلانيين في الشرب. هتلاقي الحياه ماشيه. والاجانب على فكره كده. حضرتك الاجانب هو بيروح للفكهاني مش هات لي 7 كيلو برتقال و8 كيلو مانجا عشان انا رايح اوزع هو جاست وان بيس من كل حاجه. وانت لما تيجي تاخدي بالك، لو نرجع للفكره اللي انا قلتها لحضرتك في الاول في الاكل، اول لما تبداي تخشي في الاكل بقلبك كده وتجوعي وتاكلي، اعرفي ان انت شبعتي. قومي عشان المرحله اللي جايه مرحله نهم خلاص. هو بياخد هو انت لو جبت لك 10 تفاحات، ايه اللي هيخليكي تحسي بطعم احسن حاجه؟ هي اول واحده. صحيح. وان انت لو خدتي الشيء الجمالي في كل حاجه هتلاقي مش لازم اطلب منه كميه مهدره. يعني صحيح. في نهاية الحلقة أنا بتوجه بالشكر للدكتور فؤاد طبعا على هذه النصائح القيمة الغالية. يا رب كلنا نعمل بيها، يا رب كلنا ناخد بالنا من صحتنا. أطلنا على الدكتور فؤاد وأطلنا عليكم، وهنروح نكمل المؤتمر وإن شاء الله هنتواصل. ودكتور فؤاد تحب تقول للناس يتواصلوا معاك من خلال الصفحة لو في أي مشكلة أو في أي حاجة، تحب تقول لهم صفحة حضرتك اللي ممكن يتواصلوا معاها على الفيس أو على الانستجرام أو أي حاجة في قبل أي حاجة حابب أشكر الدكتورة سهى طبعا على اللقاء الجميل ده. يعني وآسف لو أنا طولت، أو آسف لو ما كنتش يعني مرتب كلامي. انا هدي لينك الصفحه بتاعت الشغل بتاعي او العياده بتاعتي. يعني في اي وقت اي حد يقدر يكلمني، وهديها رقم الشخصي. اي حد هيحتاج اي حاجه في اي وقت، لان ده مش تفضل مني، ده واجب عليا تجاه اهلي في كل حته، تجاه بلدي، تجاه اخواتي، تجاه ربنا سبحانه وتعالى اللي هو علمني. وده يعني يعتبر ده شيء بسيط جدا من رد الجميل. يعني انا في اي وقت هتشرف بمكالمه من اي حد او تواصل من خلال الصفحات او اللينك اللي انا هديه للدكتوره سهى. وبشكر الدكتوره سهى طبعا، وفرصه سعيده جدا بصراحه. وربنا يا رب يجعل الايام اللي جايه علينا كلها بالخير، وكل الناس تطلع من رمضان كسبه اول شيء هي نفسها ان شاء الله. شكرا يا دكتور، متشكره جدا يا دكتور، تحياتنا. شكرا.